هو التوربيد وليد ازارو مهاجم الاهلي السابق فين دلوقتي؟ في سنه 2017 الاهلي تعاقد مع مهاجم مغربي اسمه وليد ازارو، كان متألق جدا مع الدفاع الحسن الجديدي وبيقدم مستوى هايل. بعد ما انضم قدم انطلاقه السوبر في دوري ابطال افريقيا، سجل 4 اهداف وصنع هدفين في 6 مباريات فقط. مش بس كده، هدف في الكاس وهدف في السوبر. ولما بدأ الموسم قدر يفنش هداف الدوري برصيد 18 هدف من 30 مباراه وصنع 4 كمان. مش بس كده، كمان سجل 6 اهداف وصنع 4 من 11 مباراه في دوري ابطال افريقيا. ولكن الحلو ما بيكملش، الموسم الثاني ازارو ارقامه قلت بشكل كبير، الفعاليه بتاعته على المرمى ما كانتش نفس الفعاليه بتاعت الموسم الاول، وبقى بيضيع اهداف غريبه جدا. الموسم الثاني سجل 7 وصنع 5 في 29 مباراه، اما الموسم الثالث 11 مباراه سجل 4 وصنع هدف. وهنا دخل في خلاف مع رينيه فايلر، وفي النهايه انتهى للاتفاق السعودي بعد مسيره مش قليله مع الاهلي. 89 مباراه سجل 41 هدف وصنع 16. بعد ما انتهى الاتفاق اول 6 شهور 7 مباريات سجل 3 وصنع هدف، وهنا تم التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي. ولكن الموسم الثاني والثالث قدم مستوى ضعيف جدا علشان ينتقل لنادي عجمان الاماراتي اللي متواجد معاه في الوقت الحالي. وبعد ما انتهى للدوري الاماراتي تألق جدا وقدم مستويات رهيبه، وكان واحد من افضل المهاجمين في الدوري ان ما كانش افضلهم. ومن وقت ما انضم شارك في 98 مباراه سجل 40 هدف وصنع 27 اسيست. وفي الوقت الحالي ازارو عنده 30 سنه ولسه مكمل مع عجمان الاماراتي. قول لي بقى الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟ يعني النادي كبير، النادي الاهلي نادي كبير.